كانت بداية تشكل جبال الألب من حوالي 30 مليون سنة، واللي حصلت نتيجة تصادم اتنين من الصفائح التكتونية، وهي صفيحة قارة إفريقيا والصفيحة الأوراسية. وبدأت الصفيحة الإفريقية تنزلق أسفل الصفيحة الأوراسية، وارتفعت كتل صخرية وكونت اللي بنعرفه النهاردة باسم جبال الألب، واللي معنى اسمها باللاتينية هو الجبال البيضاء. جبال الألب موجودة في وسط قارة أوروبا، وبتمر ب7 دول أساسية، وهي النمسا وسلوفينيا وسويسرا وألمانيا وفرنسا وليختنشتاين وإيطاليا. بتنقسم جبال الألب لقسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي. والقسم الغربي موجود في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، وده القسم اللي موجود فيه أعلى قمة جبلية في جبال الألب، وهي قمة مونت بلانك، واللي ارتفاعها بيقدر بحوالي 4810 متر. استوطن البشر جبال الألب من العصر الحجري القديم، ولقينا آثار لحياتهم اليومية في أماكن مختلفة زي فرنسا والنمسا. جبال الألب بتمثل أهمية ضخمة في مجالات مختلفة وكتير، فبنلاقي مثلا محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الكهرومائية من المساقط المائية لجبال الألب، واللي بتقدر بحوالي 550 محطة. ده غير إنها بتعتبر مثال حي للتنوع البيولوجي، فبنلاقي إن فيها حوالي 13,000 نوع نبات و30,000 نوع حيوان، ده بالإضافة لغاباتها اللي بتخليها مصدر مهم جدا للأخشاب الطبيعية، وكمان بحيراتها العذبة ومناظرها الطبيعية الخلابة، واللي خلتها مصدر جذب سياحي لحوالي 120 مليون سائح سنويا، واللي بيكونوا من محبين الهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة، وكمان هواة الرياضات المختلفة زي تسلق الجبال والتزلج على الجليد وركوب العجل.